سبحان الله. رجعنا عايشين في مجتمع القوي ياكل الضعيف. الناس رجعت ما تخافش ربي، قليل اللي يخافوه. وصلنا الوقت اللي يتمسك بدينه كي اللي راه هز جمرة في يده وهي تحرق فيه. هذا زمان وصلنا له. واش صرا مع ياسمين راه صاير مع ناس بزاف. السحر والشعوذة والعياذ بالله قواو في زماننا. ويا درا واش صرا مع ياسمين كي دخلت تحلب البقرة. سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت الجزء الثالث من حكاية ياسمين وواش صرا معاها. ولكن قبل ما نبدأ، رجاء وفضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك والضغط على زر الإعجاب، هكذا باش يوصلكم كل جديد. تقول ياسمين كي رحت نحلب البقرة دخلت صبتها تشوف فيا كشغل شفت جن قدامها، ما خلتنيش نتوشيها وبدات تعيط وقوات في العياط. جت يما تجري، تخيلوا دمرتني على الزبل حاشاكم، وقالت لي يا بن عمي حتى البقرة ونكراتك. تخيلوا هذاك الجاست. انا ما ضحكت ما بكيت، نسكت برك وما نقدرش نرد. واللي هردتني كامل وليت خدامة عند لامية، ولات كيما تقول لي نديرو ساكتة. وروحوا نتوما قولوا لي هضري ولا ديفوندي. عامين وانا على هاد الحالة، بديت نضعف وشعري يطيح، ومن بعد خلاص بداو يتقلوا فيا اهلي وحابين لي كيديوني. وكان الحل انهم يزوجوني، وبمن؟ بواحد واسمه ساعد، صاري له تقريب نفس قصتي. بصح هو عاقل عاقل حتى بهلول. خوتو كامل خدامين هاك وهاك، وهو يضل سارح يضل مع الحيوانات. وقبلت به اصلا ما شاورونيش، تفاهموا انا مانيش سامعه. بالمختصر المفيد كنت جثه بصحيه. جهزوا لي في سمانه وريقلوا كلش في سمانه، واللي غاطتني لحد الان ما داروا ليش عرس ميم با. واش من عرس اصلا، والله من غير خالتي وبناتها وعماتي. واللي غاضتني اكتر بابا ما قال والو. المهم راني نحكي لكم في هاد الصوالح ونصهم مانيش متفكرتهم، غير كيما سمعتهم لاني كنت في حالة. رحت عند ساعد، ما بغيتو ما كرهتو، وليت طيعاتو غير زوجة. بصح هو قابلني وفرحان بيا، ما تامنوش. حبيت نحكي لكم على دار ناسي. راكو عارفين، هاكو متخيلين الوضع كيفاه. اهلي وما رحمونيش، كيفاش حبيتو ناس ترحمني. الام ماهيش ام، والاخ ماهوش اخ، والاب ماهوش اب. كان يصلح فيهم غير واحد اللي هو اخوه اسمه حميد. كان يكسيني كيما يكسي مرتو، ويجيب لي صوالح كيما يجيب لها. كنت في هذيك الدار نخدم كيما الآلة، وراجلي يسرح لبرا. كنت ننظف بلاصة النعاج والبقر ونوكلهم، اصلا ما يخلونيش نخدم لداخل خاطر يعيفوني. فاتت 4 شهور ولا زيارة من عند أهلي. تخيلوا بشاعة الموقف. حتى بابا اللي كان يحبني مشت من عنده والو. عايشة حياة ضنكة عند ناسي، ساكتة وصابرة وناكل في اللقمة. الحاجة الوحيدة اللي كنت متونسة بها هي زوجي وحماية اللي هو أخو زوجي. كانوا أحن مخلوقات الأرض عليا. حماية كما قلت لكم ما يخلي والو عليا، كل حاجة نبغيها يشريها لي. زوجي مسكين لا حول ولا قوة ليه، محقور كما أنا. بصح كلامه يا خاوتي سكر، يقول لي غير الكلمة الطيبة. مالقري عارف باللي كامل كانوا يحقروني وما نهدرش وما عنديش وين نروح. بصح طيبته كانت عطيتني حياة واحدة أخرى. في هذاك الوقت كنت محتاجة بزاف حاجات تفرح، كنت نتمناهم، وبصح ما عنديش جرأة باش نطلب لأنه حرام. ومعتقدين باللي الماكلة والشراب والمباتة بزاف عليا. تخيلوا هذا الذل كامل وأنا ساكتة، بالرغم أنه ما كانت شخصيتي هكذا. مانيش عارفة واش صرالي. هادوك الأيام جاني خبر شباب واللي هو الحمل. رفدت الحمل، صح ما كنتش في وعيي وراي تالف وكل يوم شاردة. بصح فرحت وفرحت زوجي. الوحيدين اللي فرحوا بعدي راجلي وحماية.
حتى سلفتي اللي هي مرتو فرحت مالغري عندهم الولاد. وتخيلوا مازال ما كاش اللي طلع عليا لحد الان. واحد الخطره قاعده نصلح لبرا ونبكي، غاضتني بزاف، بصح ما قدرتش نقول. شافتني سلفتي نبكي سقساتني، قالت لي واش بيك؟ قلت لها عيني ضرتني من الغبار برك. في الليل خبرت راجلها، جا طبطب علينا وقال لي سمعي ياسمين غدوه وجدي روحك نديك لداركم. قلت له والله ما تصرى ومانيش مسامحاتهم لا دين ولا اخره. عيا معايا بصح ما قبلتش، اول مره نريكلامي ونرفض. المهم من الصباح كي العاده نخدم، نكذب عليكم كون نقول لكم عييت من الخدمه. والله ما عييت، كان الهدف الوحيد باه نهرب من داخل، باه ما نسمعش اهانات ومعاني. كنت نضل برا في الشموسات بصح راضيه، المهم الهدوء. واحد النهار على 11 تاع الصباح كنت نوجد في الماء النعاش باه يشربوا، حتى نشوف في زوج نساء وزوج رجال طالعين عندنا. دخلت نجري، خبرت عجوزتي قلت لهم الضياف راهم جايينكم. قالت لي شكون هادو؟ شكون اللي راه جاينا في القوايل هادي وحنا ماناش موجودين في الفطار؟ وبقات تهدر. قالت لي اسمعي انتي ما تقابليهمش، انتي روحي شوفي وين تخزني روحك. تخيلوا الجرح والسهام اللي كنت نتلاقاهم. رحت دخلت للكوري تاع البقر، حتى جات سلفتي فرحانه وتخبر فيا. قالت لي ياسمين هادو ماليك، يجري يجري جاو ليك. ما تتخيلوش البكا اللي بكيتو، ما قدرتش نلاقيهم. عنقت سلفتي وزيرت عليها وبديت نبكي ونهضر بالشهقه. قلت لها شكون نلاقي يا اختي؟ شكون نلاقي وانا راني قريب نزيد وما كاش اللي جا طلع عليا؟ شكون نلاقي وانا واحد ما قابلني في هذه الدنيا؟ هما كي راهم جاو غير قدام الناس. شكون نلاقي يما اللي ما حسيتش بيا ورماتني؟ هي تبكي وانا نبكي، ما على باليش كامل واش راهي تقول. بقات تهضر معايا حتى طلعت ليا شكون، تخيلوا مرت خويا لامية وقفت في الباب. نظرت تاعها تاع احتقار وتاع وحدة تشفى فيا. جات سلمت عليا وانا من عادتي ما نقدرش نحرق واحد مد يدو ولا وجهو باه يسلم عليا. المهم داتني سلفتي لشومبرتها تلبسني من حوايجها خاطر كنت غير ريحه النعاج. قلت لها والله ما تصرى نروح ليهم كيما راني، اصلا ما عادش يهمني. دخلت عليهم سلمت عليهم سلام جاف، بقاو يسقسوا فيا ويضحكوا. تخيلوا حجم النفاق، الكل يمثل كي اهلي كي اهل راجلي. لما على جالي بصح واحد ما هو حاملني. انا ما غاضتنيش من اهل راجلي وليدهم وحارقينه، غاضتني اهلي. قاعده ساكته وهما مجمعين فطروا وجاو رايحين. حكمني بابا وحدي، جا بابا يمد لي في الدراهم. قلت له هادو علاه؟ قال لي باه كاش ما تعاوني روحك بيهم. قلت له صار يقدروا يعاونوني هاد الدراهم؟ نخلع. بقى ساكت. عاود حكمت له يدو ومديتهم له، قلت له شد عاون بهم قلبك المريض اللي خلاك تنسى المدلله تاعك. ودخلت للدار. راحوا خلاو لي ساشيه في الدار تاع الضياف، كشغل قضيان ولا ما على باليش. جابتو حماتي عندي لشومبرتي، نسيت للكوري لانه الشومبره ندخلها غير من الليل لليل. قالت لي شديهم، قلت لهم والله ما نشدهم وما على باليش بيهم يا لو كان يكونوا الذهب. بقات تقلب فيهم، جبدت رباها تبان مغسوله وباينه تاع لاميه وخمار وطروفه تاع الصابون وبليغه تاع النيلو. قلت لها ديهم بصحتك غير كوني هانيه باه يجوا على جلدي محال. قالت لي المهم راهم في شومبرتي كي تحتاجيهم رواحي ديهم. فاتوا شهور وكل شي لحقت لفمي ومازالني نحرث. تحسب مانيش بالحمل، واحد القوه عطاها لي ربي ما نحكي لكمش. لحقت للتاسع وكنت غلطه في الحساب، كنت حاسبه الثامن. لا غالب رحت للطبيب خطره من اللي رفدت. جاني المخاضع للثمانية تاع الليل وكانت الشتاء والبرد وساكنين على برا. والله غير ولدت في شومبرتي، ولدتني عجوزتي. انا نولد وندعي في ربي غير باه نسلك على خير وما همنيش الا نجيب طفل ولا طفله. تخيلوا كي هبط الجنين بدات حماتي تقول الله اكبر الله اكبر، وانا ما على باليش علاه راه يتكبر. عجوزتي حطاتو وناضت وبقات تشوف فيه ويديها يرعشو، وانا مش قادره نوض نشوف
وتقريبا راني فاقده الوعي. غطاتو سلفتيه وهزت داتو وانا مازلت ما شفتوش. وهنا نكون كملت معكم الجزء الثالث من حكاية ياسمين. يا درا علاش كبروا وواش شافوا؟ انتظروني في الجزء الرابع والأخير بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.